السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا ضرب الأم لابنتها في المنام. رؤية أم تضرب ابنتها في المنام دلالة على وجود مشاكل في العلاقة بينهم، قد يكون بسبب سلوك الابنة أو بسبب خلافات في الحياة اليومية، ومن الممكن أن يكون هذا الحلم هو تحذير للأم بأن تتابع العلاقة بابنتها وتحاول إصلاح ما يحتاج إصلاحه قبل فوات الأوان. ومن الأفضل في هذه الحالة أن تراجع الأم مع نفسها وتحاول التواصل والتودد إلى ابنتها بطريقة أكثر نضجا وحنان. لا يوجد تفسير دقيق لحلم ضرب الأم لابنتها في المنام، لأن هذا الحلم يمكن أن يعكس مشاعر الغضب والانزعاج والاضطراب الذي تعاني منه الحالمة في الواقع، وهذا ينبئ هذا الحلم بأن هناك اختلافات وصراعات داخل العائلة بين الأم وابنتها، وبالتالي يجب على الشخص اتخاذ إجراءات لحل تلك المشكلة. تعتبر حلم رؤيا ضرب الأم لابنتها أيضا من الرؤى التي تثير القلق والرعب لدى الرائية، فتلك الرؤيا ما هي إلا انعكاس لاضطرابات نفسية تواجهها الأم خلال حياتها اليومية، والتي تجعلها تستنجد بالضرب كأحد الأساليب الفعالة والسريعة في التربية. فإذا كانت الأم حامل وشاهدت أنها تضرب ابنتها فيثير قلق الحامل ويجعلها تسعى لفهم هذا الحلم، لكن يعتبر هذا الحلم في العادة علامة على القلق والتوتر العاطفي الذي يعاني منه الوالدان، ويمكن أن يشير إلى نقص الثقة بالنفس والشك في القدرة على تربية الابنة. وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون هذا الحلم تحذير من وجود خطر قد يحدق بالمرأة أو بمن حولها. بصفة عامة ينصح بمحاولة الاسترخاء وعدم القلق كثيرا بعد رؤية هذا الحلم والتركيز على الأشياء الإيجابية في الحياة. تعتبر رؤية ضرب في المنام من الرؤى المزعجة والمخيفة، فإذا كنت مطلقة وشاهدت أنك تقومي بضرب ابنتك فبعض هذه الأحلام يراها المطلقات في أحلامهم، وتختلف تفسير الرؤى باختلاف حال الرائية. فيجب أن نذكر أن الضرب من الأساليب العنيفة التي يجب تجنبها، ولذلك يجب على المرأة المطلقة التي تبحث عن السبب التي جعلها تشعر بالضغط النفسي والعصبية التي أدت إلى هذا الحلم، وتحاول حل المشكلة بطريقة مناسبة وبدون اللجوء للعنف. تعتبر حلم ضرب الأم لابنتها في المنام من الأحلام المشتركة بين الناس، وتعبر عن الكثير من الأحداث التي يمكن أن تكون بين الخير والشر. فقد يدل الحلم على شيء من الغضب أو الانزعاج بسبب موقف معين يحدث في الحياة اليومية، ولذلك فإن أغلب هذه الرؤى تعتبر من التنفيس من العقل الباطن، أو يعتبر تخزين أو طاقة سلبية داخل الأم فيتم إفراغها أثناء النوم. فيمكن أن تكون هذه الأحلام ليس لها أي أساس من التفسير، وكلها تكون أو بنسبة كبيرة منها هو تفريغ من العقل الباطن ليس أكثر. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.